يعني تجاوب عليهم ومع انك انت تشرح لنا بقى الشخصيات او تعرفنا مفيش بالشخصيات يعني. مشكلة. حابة نبدأ بإيه طيب؟ بص يا سيدي، احنا اهم حاجة اللي هنبدأ بيها ان احنا عايزين نعرف الفرق ما بين المشاكل العادية في العلاقة وبين الاستغلال الممنهج. بمعنى ايه؟ يعني ايه الخط الفاصل ما بين التنازلات الطبيعية عشان انجح العلاقة وبين ان انا يبقى في استغلال عاطفي. بمعنى تاني يعني الحاجة اللي ممكن أضحيها بحيث إنها تبقى أساسا في العلاقة إنها تكمل بشكل أحسن، وإيه الحاجة اللي ممكن أعملها بنفس الطريقة بس يبقى ده استغلال في قلب العلاقة. تمام فهمتك. هو عامة هنتكلم بصفة عامة عن الاستغلال العاطفي في البداية. يعني تمام. الاستغلال العاطفي كنقطة عامة أنت اتكلمتي فيها كوضوح عامة، إن هو شخص بيحب حد والشخص التاني مش بيحبه، أو يبقى في حب من طرف واحد، فبيبدأ الاستغلال من هنا. بيبدأ الاستغلال من حاجات كتير بقى، ممكن دافع مادي، ممكن دافع عاطفي، ممكن أي دافع عامة، دوافع كتير. ايوه. تختلف طبعا من شخص لشخص على حسب تربيته والمنطقة اللي نشأ فيها والبيئة اللي عاش عليها، بس بيبقى الهدف الأساسي في الأول وفي الآخر إن هو بمعنى أصح شخص مؤذي زي ما اتكلمنا قبل كده. هم كلهم